يا ترى باركتوا للاجئين اللي عندنا في مصر ولا لسه؟ يا عم في ايه؟ انت بتهزر؟ نبارك لهم على ايه؟ انهم قاعدين خلاص معانا. يا عم المصري كان الله يخليك، انت جاي تهجس، سيبنا في حالنا، كفايه اللي احنا فيه بالله عليك. والله هو انت ما تعرفش ان اوروبا غفلتنا وقررت كده؟ ايوه، باعولنا بصل كميات كبيره قوي اخدناها في فطرنا. والله بصراحه مش فاهمك، عايز تقول ايه؟ مش لازم تفهمني صدقني، لان انا اساسا مش فاهم ايه اللي بيحصل، والموضوع اصبح في منتهى الخطوره. يا عم بتقول ايه؟ مصر للمصريين واحنا عايزينهم يخرجوا وش كده، لازم يترحلوا من الاخر. لا للاسف مش لازم. مصر اصبحت دوله امنه زي ما امريكا واوروبا قالوا كده، والكلمه بتاعت دوله امنه دي هتكلفنا كتير. خد تابع الفيديو للاخر عشان تفهم المصيبه السوداء اللي احنا فيها. اتفضل. ويا مساء الناس على احلى ناس، احلى ناس شعب مصر اللي بعشقه وبموت فيه. احنا اتغفلنا يا رجاله، احنا اخدنا على قفانا. سامع الضربه دي؟ زي ما سمعت الصوت ده، اتغفلنا بس غصب عننا تغفيل. احنا مش هنصوت ومش هنصرخ في الفيديو ده ومش هنلطم، لان المشكله اكبر مما تتخيل. احنا في كارثه، احنا تم مرهمتنا والضحك علينا. للاسف الشديد موضوع اللاجئين تك على العقل معايا بقى، الله يخليك، وبطل تصوت وتصرخ. وترحيل اللاجئين ومصر للمصريين، اسمع الكارثه اللي احنا فيها والمصيبه وازاي تم مرهمتنا والضحك علينا. وربنا يكون في عون الدوله. خلي بالك انا مش عايزك تخش لي في التعليقات وتقول لي مين دخلهم، خلاص عدى الموضوع ده، احنا في كارثه والدوله بتحاول تلم اللي بيحصل، اللي هو مش هيطلع يقولوا لك عمرو اديب ولا اي قناه فضائيه. للاسف الشديد انا ببلغك كل اللي بسمعه وبشوفه في CNN والبي بي سي والقنوات الفضائيه والعالميه، فصدقني انت هتسمع فيديو هتتصدم. اهدى بقى الله يخليك، شيروا واعرفوا المصيبه اللي احنا فيها عشان نحلها. ببساطه شديده، من فتره ابو حنان ترامب طلع مرهم العالم العربي والمنطقه بتاعه الميدل ايست ومصر بالذات، وقال لك مصر دوله امن وامان وهي المنطقه الوحيده في الميدل ايست الامنه. حصل؟ فرحنا احنا وعملنا كده عشان احنا بنحب اللي ينفخ فينا ومفيش زينا واحنا احلى دوله في المنطقه. جميل جميل، وكنا فرحانين قوي. اتاري المعلم بيثبت وبيأكد ان مصر امن وامان. اتاري الكلمه دي ولاد الحرام وولاد اسراء بيحضروا لنا الخازوق واحنا مش حاسين. تفاجأ بعد كده الخطة الماسوسية اللي انتوا هرشينها بتتحضر ازاي علشان مصر تروح في 60 داهية. بتتحضر ازاي؟ الاتحاد الاوروبي، اسمع بقى المفاجأة، من شهرين الاتحاد الاوروبي عمل اجتماع طارئ. الحقوا يلا نقعدوا مع بعض، في مشكله وفي كارثه. ايه هي يا جماعه؟ لازم نعملوا قانون جديد بالنسبه للاجئين. طب هنعمله ايه؟ قال لك هنعمله قانون الدوله الثالثه الامنه. ايه قانون الدوله الثالثه الامنه؟ الدوله الثالثه يعني؟ ايوه بالظبط كده. امال فين الدوله الاولى والدوله الثانيه يا اوروبا؟ قال لك الدوله الاولى اللي هم الدوله المضطره، اللاجئين الغلابه اللي مش لاقيين امن وامان في بلدهم، دي الدوله الاولى. طب مين الدوله الثانيه؟ قال لك احنا اوروبا تعبانين احنا والله، عندنا منهم كتير قوي وبنرحل والله اللي موجود واللي ملوش لازمه. احنا عايزين ناس مثقفه ومتعلمه وعايزين حب قد كده، فاحنا بنرحل. كمان هيجي لنا ناس، لا احنا غلابه، لا احنا هندي فلوس لمين؟ للدوله الامنه الثالثه، دوله ثالثه هي امن وامان، هي دي اللي هنديها فلوس وهندعمها، بس ياخدوا عندهم اللاجئين، ياخدوا عندهم كل اللي هنبعته هناك. يا الاتحاد الاوروبي هو قاعد كده بالصلاه على النبي كده ومجتمعين وبيحددوا قانون الدوله الثالثه الامنه في نفس اليوم. راحوا مقررين ايه؟ على طول 7 دول دول امنين، دول امن وامان. اي واحد لاجئ جاي لنا واحنا مش عايزينه على طول نبعته هناك. طب انتوا مش عايزينه ليه؟ احنا مش عايزين يا عم، براحتنا، احنا مش عايزين، احنا بس اللي نقدر نقول لا ومش عايزين، لكن لازم نبعت لدوله ثالثه عشان ما يبقاش منظرنا وحش. طب مين هي الدول دي؟ قال لك بعض الدول زي مثلا بنجلاديش، زي مش عارف ايه، والمهم اهم دوله فيهم مين؟ ام الدنيا مصر. الامن والامان اللي ترامب قال لك دي دوله امن وامان، دي اهم دوله. اي واحد كده يعدي يعني يروح لهم. قال لك لا، يعني في شويه شروط طبعا، مش اي واحد هنبعته على مصر، يعني اهم حاجه مثلا يكون بيعرف بيتكلم لغتهم، او مثلا يعني يمثلهم في العرق، يعني افريقي يعني ولا حاجه. وهو راكب الطياره وجاي لنا مثلا، طياره طارت من فوق مثلا وعدى على الحدود المصريه، او ليه حبايبه هناك وقرايبه قدامى موجودين في المنطقه هناك بيلعبوا هناك بالسكاكين وبالسيوف، يعني عيله يعني يعرفوا بعض ولا حاجه، على طول يتوكلوا على الله ويروحوا ايه؟ مصر، واحنا هندي فلوس. طبعا احنا شفنا مؤخرا محاوله دمج اللاجئين طبعا في صندوق حياه كريمه، وان هم يحطوا فلوس، وجت رئيسه لجنه الهجره وقالت لك عايزين نغير الكلمه من لاجئين الى مهاجرين، والحوارات اللي حصلت دي في مصر واتمرهمنا طبعا علشان الناس دي تبدا تيجي مصر. بس قال لك ايه؟ طب يعني عادي كده بالنسبه لك. قال لك الشرط الوحيد اللي ما ينفعش يروحوا للبلد دي هو ان البلد دي تكون بترحل ترحيل قسري وبتعامل معامله سيئه، والاضطهادات والحاجات دي لا، ما ينفعش نوديهم الكلام ده. طب هتسالني وتقول لي الله يا مصر ما كانتش بعلم بالكلام ده؟ لا طبعا، احنا عندنا اذكى جهاز مخابرات في العالم، ولذلك اعتقد ان الجهاز بتاعنا فاهم كويس جدا اللي بيحصل، المؤامره اللي حصلت علينا والمرهمه اللي احنا اتمرهمناها، الاشتغاله اللي حصلت لينا.
انا طول عمري بثق جدا في جهاز المخابرات وفي القياده المصريه، فبعتقد والله اعلم ان الجهاز بتاعنا قصد الفتره اللي فاتت يبقى فيه ترحيلات قسريه كتير وفي اضطهادات وفي معامله كده وتتصور وبتاع، طبعا عشان يبان ان احنا بنرحل قسري، فبالتالي الشرط اللي هو ما يخليش الناس دي تيجي من اوروبا عندنا هو موضوع الترحيل القسري، فبالتالي ما تنفعش مصر تبقى موجوده. اتمنى طبعا من الله سبحانه وتعالى، انا واثق في ذكائنا طبعا، انا واثق في ذكاء مصر وان هي ماشيه بخطه معينه، لان الموضوع اصبح انت دلوقتي بتحسس ازاي ذكاء في التعامل. هم بيحاولوا يتذاكوا عليك وبيحضروا لك الخنادق والحفر، وانت في نفس الوقت بتتحسس عشان تلعب قدام المجتمع الدولي شكل صح وتبقى لعيب. اتمنى طبعا اللعبه تبقى ماشيه كده. ده بالنسبه للاجتماع اللي حصل للاتحاد الاوروبي والقانون اللي اخذوه بتاع الدوله الثالثه الامنه. نتمنى من الله طبعا الدوله تكون على وعي باللي بيحصل وان شاء الله خير. لكن انا ليا رساله بقى لشعب مصر، موضوع الهكسوس دخلوا مصر بنفس الطريقه، ما كانوش محتلين، وواحده واحده قعدوا في مصر. نفس القصه والسيناريو بتاع يهود اوروبا لما مشوا من اوروبا ودخلوا فلسطين، واهل فلسطين اخذوهم بالاحضان وشالوهم على الاعناق واكرموهم، وفي الاخر شفنا اللي حصل. نفس القصه بتتلعب ونفس السيناريو معاكي يا مصر، لان ما نفعش معاكي اي شيء، انت الوحيده اللي واقفه، فالحل الوحيد يقسموكي من جوه، وعمرك ما هتتقسمي. اتمنى من كل واحد مصري شريف عنده شقه اجرها لهم او عنده محل اجره لهم، بكلم كل واحد مصري مسؤول سمح لهم بدخول المدارس، اي حد عطاهم وش ما ينفعش، من فضلكم ما تدهمش وش، لا تبيع لهم ياكلوا ولا يشربوا، ما تاجر لهمش يا عم، ما تاجر لهمش محلات، ما تدخلهمش مدارس، مش هيلاقوا غير حيطه سد، هيطلعوا يصوتوا ويعيطوا وهيترحلوا ترحيل قسري. وبشكر ربنا ان هم راحوا مشتكوا وقالوا ان احنا بنعاملهم معامله وحشه، لان ده هيتاخد في الملف في الاتحاد الاوروبي ان مصر بتعاملهم وحش وان مصر بترحلهم قسريا، فبالتالي ما ينفعش يجوا مصر. الله يخليكم حاولوا تلعبوا على الحته دي، ما احنا مش هيتلعب علينا يا جماعه، احنا اصيع ناس برضو في الارض، لا تركبوا مواصلات ولا تضحك في وشه ولا تسكنوا ولا تاكلوا ولا تشربوا، ادوهم وش هيروحوا يعملوا محاضر وهيشتكوا، صدقني هو ده اللي احنا عايزينه في 60 دقيقه، واحده واحده هيخلعوا. اكرش، ما تاكلش ما تشربش، بره يا كلب على طول. خربوا حياتهم، سودوا حياتهم، بلاش تتصوروا معاهم وترقصوا معاهم وفرحانين معاهم وطيبتكم زايده عن اللازم دي اللي هتلبسنا في الحيط. كفايه طيبه بقى، العالم ما بيقومش بالطيبه، لينا المره واحده مش طيبين، خلينا مره واحده مش جدعان يا عم، خليهم يقولوا علينا مش جدعان لمره واحده في حياتنا. الله كفايه بقى اللي بيحصل، عن ابو دي طيبه عن ابو دي جدعان يا جدعان، مش كده. اوروبا مش عايزاهم، مش طايقاهم، محدش طايقهم ولا عايزهم، وبيعاملوهم اسوأ معامله. تيجي انت بقى مصري بطيبتك وجدعنتك تطبطب وتطلع جدع وتاكل وتشرب، يا اخي خليك مره زي ما قلت لك بقى في ارض دين النبي. طب جرب مره كده تقسي قلبك، جرب يا عم حتى لو مره واحده علشان خاطر بلدك، صدقني هيبقى في نتيجه. انا بس حبيت ابلغ وحبيت اقول، وربنا يقويك يا مصر ويقوي شعبك يا رب وجيشك ويقوي رئيسك على المخطط الرهيب اللي احنا واقعين فيه. اللهم استر واحفظ مصر يا رب العالمين من كل شر ومن كل سوء، اللهم امين امين يا رب العالمين. مساء الخير.